بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أحمد عثمان. ده الفيديو رقم 10 في سلسلة CCNA Exam Preparation. وفي الفيديو ده هنتكلم عن البروتوكولز بالتفصيل. نبدأ نقول يعني إيه بروتوكول؟ ببساطة كده، البروتوكول ده عبارة عن مجموعة من القواعد المتفق عليها بتحدد إزاي الأجهزة تتواصل مع بعض. يعني لما جهازين يتواصلوا لازم يكون بينهم اتفاق على حاجات زي البيانات هتتبعت ازاي، شكل البيانات هيكون ايه، مين هيبدأ الاتصال، ازاي تعرف ان البيانات وصلت، وايه اللي بيحصل لو حصل خطأ. في الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ال TCP IP موديل وقارناه بال OSI موديل، وعرفنا ان ال TCP IP موديل مكون من 4 layers، من اهمهم الترانسبورت لاير. النهارده هنقف عند الترانسبورت لاير ونفهم واحدة من أهم الحاجات في الشبكات اللي هي البروتوكولز. الأول نعرف يعني إيه ترانسبورت لاير. الوظيفة الأساسية إنها بتساعد في عملية الاتصال بين أبليكيشن على جهاز وأبليكيشن على جهاز تاني. وعندنا اتنين بروتوكولين مشهورين جدا، التي سي بي واليو دي بي، والاتنين بيشتغلوا في الترانسبورت لاير. طيب ليه محتاجين الترانسبورت لاير؟ تعال ناخد مثلا مثال بسيط. عندي جهاز عليه أكتر من ابلكيشن، زي مثلا عندنا براوزر، عندنا DNS سيرفيس، ايميل، SSH، كلهم بيبعتوا ويستقبلوا بيانات باستخدام الشبكة. طيب لما الباكت توصل للجهاز، الجهاز يعرف منين البيانات دي بتروح البراوزر، وايه البيانات اللي هتروح DNS، وايه البيانات اللي هتخص SSH. هنا يجي حاجة اسمها البورت نمبر أو دور البورت نمبر. يعني إيه بقى بورت نمبر؟ البورت نمبر بيساعدني إن أنا أحدد الخدمة أو الأبليكيشن اللي موجود على الجهاز، زي ما الأي بي أدرس مثلا بيحدد لي أنهي جهاز هروح له في النتورك. البورت نمبر بيحدد لي أنهي سيرفيس أو أبليكيشن أنا هستخدمه. طيب قلنا إن ترانسبورت لاير إما تي سي بي، إما تي سي بي أو يو دي بي. طيب تعالوا نبدأ بالتي سي بي. اختصار التي سي بي ترانسميشن كنترول بروتوكول. والتي سي بي بيتميز طبعا انه كونكشن اورينتد، يعني قبل ما يبدأ نقل البيانات بيعمل كونكشن، بيأسس كونكشن بين الطرفين ده قبل ما يبدأ خالص. وقلنا ان التي سي بي بيهتم بالريلايابيلتي، يعني لو الداتا اتبعتت وما وصلتش بالشكل المطلوب، التي سي بي عنده ميكانيزم كده بيساعد على اكتشاف المشكلة وانه يرسلها تاني. ازاي التي سي بي بيعمل كده؟ بيعمل كده عن طريق ثلاث حاجات: الاكنولجمنت، يعني الطرف المستقبل بيأكد الطرف المرسل ان البيانات وصلت، يعني الديستنيشن يقول له اه تمام البيانات وصلت، كل ما يعني يبعت حته للسورس ويستنى الرد من الديستنيشن انه يقول له اه اوكي وصلت لي. طيب لو فقد جزء من البيانات دي هيعمل حاجه اسمها ريترانسميشن، ويتابع حاجه اسمها فلو كنترول. الفلو كنترول ده يعني ايه؟ بيشوف معدل التدفق، زي ما تكون مثلا ايه، بتسقي واحد ميه وايه والميه كتير عليه فخلاص هيشرق يعني. فهو لازم يشوف الديستنيشن هيستوعب كميه داتا قد ايه، يعني يشوف التدفق بتاع الداتا مناسب ليه ولا لا. بيستخدم حاجه تانية اسمها تي سي بي 3 واي هاند تشيك.
قبل ما التي سي بي يبدا الاتصال بيعمل حاجه اسمها 3 واي هاند شيك. بيعمل سينك وبعد كده سينك اج وبعد كده اج. يعني الجهاز الاولاني يقول له ايه، انا عايز ابدا كونكشن، ده السينك. الجهاز التاني يرد يقول له تمام انا جاهز، جاهز ان انا استلم طلبك. جاهز واستلمت طلبك. الجهاز الاول يرد يقول له ايه تمام كده، اسس كونكشن. لكن اليو دي بي بقى من الناحيه الثانيه، اليو دي بي ما بيعملش كونكشن، يعني بنفس طريقه السي بي، يعني مش يعني ما بيأسس كونكشن قبل ما يبدا الداتا، بيبدا الداتا على طول. عشان كده مش ريلايبل قوي، ولا في اكنولجمنت ولا في اي حاجه. طيب امتى نستخدم التي سي بي وامتى نستخدم اليو دي بي؟ قال لك لو عندك ابلكيشن الداتا فيه لازم توصل بشكل ريلايبل والترتيب بتاع الداتا مهم، يبقى التي سي بي على طول هو المناسب جدا. زي تطبيقات الويب والايميل كل دي بتستخدم التي سي بي. لكن اليو دي بي بيكون مناسب في الحاجات اللي محتاجه سرعه اكتر، عشان هو متاكد وتضيع الوقت. نوع الداتا اللي في اليو دي بي مش مستحمل تضييع وقت، زي الاستريمينج، زي الفويس اوفر اي بي، زي الجيمنج الاونلاين، زي الدي ان اس. طيب ندخل بقى على البورت نمبر. احنا دلوقتي فهمنا الفرق بين اليو دي بي والتي سي بي. نيجي لنقطة مهمة جدا اسمها البورت نمبر. قال لك البورت نمبر بيبقى موجود في التي سي بي هيدر او اليو دي بي هيدر. الاي بي ما بيحملش البورت نمبر، الاي بي بيبقى مجرد 4 اوبت زي ما احنا شرحنا، ممكن تضيف له البورت نمبر جنبيه. تعالوا بقى نشوف مع بعض اشهر مجموعة من مجموعات البروتوكولز المستخدمة والبورت نمبر بتاعها. هنقسمهم كده في يو دي بي بروتوكولز في تي سي بي بروتوكولز. هنبدأ بالتي سي بي بروتوكولز. قال لك في بروتوكول اسمه ال HTTP، وده شغال على بورت 80. ده البروتوكول الأساسي لتصفح الويب طبعا، بس ما فيهوش انكريبشن. يعني صفحة عادية، موقع رياضي، موقع سياحي، موقع بتاع، هتلاقي HTTP، موقع إخباري. لكن لو موقع فيه مثلا دفع فلوس فأنت هتستخدم ال HTTPS. ال HTTP شغال على بورت 80، وال HTTPS شغال على بورت 443. نروح لبروتوكول تاني من ضمن بروتوكولات ال TCP/IP، اللي هو الفايل ترانسفير بروتوكول او ال FTP، وده بيستخدم بروتوكول 21 بورت 21. وده عبارة عن فايل ترانسفير بروتوكول، يعني بروتوكول بيستخدم في نقل الداتا. نروح لبروتوكول مهم اسمه ال SSH، وده بروتوكول بيستخدم لعمل ريموت اكسس. ريموت اكسس زي انت مثلا قاعد في فرع وعايز تدخل على جهاز في فرع تاني خالص، انت في نيويورك، الفرع التاني في شيكاغو، وعايز تدخل على جهاز في الفرع التاني في شيكاغو. فده البروتوكول المشهور في الموضوع ده اسمه SSH، ده شغال على بورت 22. كان في حاجة زمان اسمه التلنت وشغال على 23 بورت 23، بس مش سكيور زي SSH. في برضه بروتوكولات ضمن التي سي بي اي بي خاصة بالايميل سيرفر والحاجات دي، زي السيمبل ميل ترانسفير بروتوكول، وده شغال على بورت 25، وده مرتبط بارسال البريد الالكتروني بين الميل سيرفر.
وفي البوب 3 وده على بورت 110، وده خاص باستقبال الميل سيرفر. وفي بورت وفي بروتوكول الاي ماب، وده برضو لاستقبال البريد الالكتروني، لكن مختلف شويه، طريقته مختلفه شويه عن البوب 3، وشغال على بورت 143. المطلوب مننا نحفظ البورتات دي، بنحفظها اغلبها يعني، عشان بعد كده في الفاير وول ممكن تقفل السيرفيس بتاعت البروتوكول عن طريق ان انت تعمل بلوك للبورت، فلازم تبقى عارف رقمه. ممكن طبعا ترجع لها، بس يعني ايه، الحفظ برضه مهم في بعض الأحيان. نروح لبعض اليو دي بي بروتوكولز. أشهر حاجة دي ان اس، وهنتعرض ليه في التفصيل بعد كده، وده شغال على بورت 53. الدي ان اس اللي هو دومين نيم سيستم، وده بيريزولف الهوست نيم لاي بي. يعني بيبقى عندنا مثلا اسم الجهاز وهو يحوله لاي بي، وخدنا نبذة عنه في فيديوهات سابقة. الدي اتش سي بي دايناميك هوست، مش فاكر السي بتاعت ايه، بروتوكول. آه طبعا دي اتش سي بي قلنا ان هو بيبقى بدل ما انت بتاساين الاي بي للماشين بمانوالي، يعني بايدك على تقف على كل جهاز وتحط مانوالي، لا انت بتشاور له في الكونفيجريشن بتاع البي سي مثلا على الاي بي بتاع السيرفر في الدي اتش سي بي، والدي اتش سي بي اوتوماتيك هيريليز لي اي بي. فالدي اتش سي بي سيرفر بيبقى شغال على بورت 67. المكنه اللي انت وقفت عليها عشان تاخد من الدي اتش سي بي سيرفر اللي هي الكلاينت، الاي بي دي شغاله على 68. نروح لحاجه اسمها تي اف تي بي او تريفيال فايل ترانسفير بروتوكول، وده شغال على بورت 69. وده بروتوكول يعني ايه بسيط، ابسط من الاف تي بي اللي كان في التي سي بي اي بي. وفي حاجه اسمها بروتوكول اسمه الان تي بي. احنا عارفين في النتورك ما ينفعش السيرفر تبقى الساعه فيه كلوك، يعني تبقى الساعه فيها 7 مساء ويبقى الكلاينت الساعه فيه 10 الصبح. لازم كل الاجهزه على الشبكه الساعه فيه تبقى الساعه فيها تبقى موحده. فالان تي بي ده هو البروتوكول المسؤول عن مزامنه الوقت في داخل الشبكه، وشغال على بورت 1 2 3 123. في حاجه اسمها الاس ان ام بي، وده شغال في بعض المونيتورنج اللي بيحصل في الشبكه، وشغال على بورت 161. وفي برضه بروتوكول، كل دي من بروتوكولات اليو دي بي، ركز معايا، اسمه السيسلوج، والبورت بتاعه 514. والسيسلوج ده يعني اي ايرور بيحصل في الشبكه بيتخزن فيه، بحيث ان انت تخش على اللوج كده تشوف الايرورز كلها تبدا ترابط شوتنج بتاعها. طيب، هل كل البروتوكولات ليها بورت؟ قال لك لا، في بروتوكولز مالهاش بورت، زي الاي بي ادرس، زي الادرس ريزوليوشن بروتوكول، زي الايثرنت، زي الاي سي. قال لك البورت نمبر ده مرتبط بالبروتوكولز بس اللي ليها علاقه باليو دي بي بروتوكول والتي سي بي بروتوكول، لكن مش اللي مالوش علاقه باليو دي بي بروتوكول والتي سي بي بروتوكول ما بياخدش بورت. يعني ولا الاي بي ولا الاي ار بي ولا الايثرنت ولا الاي سي ام بي. الاي بي طبعا ده الاي بي ادرس، مسؤول عن اعطاء اللوجيكال ادرس، والاي ار بي
ده الادرس ريزوليوشن بروتوكول، طبعا خدناه نبذه عنه قبل كده، اللي هو بيحول الاي بي الماك ادرس. احنا مبقناش عارفين ان يبقى عندنا اي بي وعايزين الماك ادرس بقى عشان نبدا الكونكشن على النتورك بالسويتش. هو اللي بيجيب لنا الماك ادرس. والاي سي ام بي ده بروتوكول مسؤول عن امر بينج. امر بينج ده انت ممكن على الجهاز بتاعك عايز تتاكد ان هو عامل كونكشن مع اي جهاز تاني على الشبكه، بتخش على ترن في السيرش وتخش على سي ام دي، تكتب سي ام دي يفتح لك صفحه تكتب بينج وتحط الاي بي بتاع الجهاز التاني. لو اداك ريبلاي يبقى انت كده بتوصل بالجهاز التاني على نفس الشبكه. ما اداكش ريبلاي او ريكوست تايم اوت يبقى في مشكله عندك في الشبكه. ممكن تجرب دلوقتي تكتب بينج مثلا يا www.yahoo.com، هتلاقي في ريبلاي حصل، يبقى انت كده متصل بياهو عن طريق الانترنت، والانترنت عندك شغال على الجهاز بتاعك. أه نروح لفكرة تانية. يعني عايزين نلخص الجزء اللي فات ده في مثال. فيعني لو احنا فتحنا البراوزر وكتبنا جوجل دوت كوم، اول حاجه الجهاز محتاج يعرف الاي بي ادرس بتاع جوجل، فبيستخدم دي ان اس. فعشان يجي لك يعني يجي لك تعمل كويري للدي ان اس، ف يا دي ان اس هات لي الاي بي ادرس بتاع جوجل. فحاله الكويري دي او الطلب دي، الدي ان اس على طول يقوم مستخدم بورت 53، يبدا يشوف مهمته ويجيب لك الاي بي ادرس بتاعه. وخلي بالك الدي ان اس شغال في من ضمن بروتوكولات اليو دي بي. بس لو الاتصال تقليدي مثلا بالتي سي بي، ممكن نستخدم و اتش تي تي بي اس وننقل البيانات باستخدام التي سي بي، فيحصل عملية سينك وسينك اك واكنولجمنت، وبكده يبقى التي سي بي كونكشن حصل. التي سي بي كونكشن حصل وتبدأ البيانات تتحرك من السورس للديستنيشن. ده كان ملخص سريع كده يعني ايه بروتوكولز، وبروتوكولز بتشتغل ازاي، وكل بروتوكول ليه بورت ويعني ايه بورتس وكده. وارجو ان انا اكون وفقت في شرح الموضوع ده، ونتقابل ان شاء الله في الفيديو اللي جاي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.